مبروك يا شباب التلاجة الجديدة. أنا بقى هطلعها معاكم عنكم انتوا. روح شيل نفسك الأول يا عم دينيرو، وبعدين مكتوب في التعليمات بتاعة التلاجة إن 2 بس هم اللي يشيلوها. طب عنك أنت بقى أنا هشيلها بدالك. ما هو مكتوب برضه في التعليمات اللي يشيلها هو اللي يكون مشتريها، ما ينفعش حد تاني. بسم الله ما شاء الله يا سيدي، أنا مش هحسدها، براحتكم أوي. بالنسبة بقى للتلاجة القديمة لو انتوا مش عايزينها أنا هاخدها منكم. لا عايزينها، هنعملها إن شاء الله جزامة. أنت مالك أنت ومالنا؟ شكلها لعبت معاكم يا سيدي. انا نفسي يخرج يلعب معاك انت والله. بسم الله الرحمن الرحيم، دي التلاجة بتتحرك لوحدها. لا اصلها ثلاجه ذكيه سمارت، هي بتدور على الفيشه لوحديها، ما تقفش قدامها بقى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد، ربنا يبارك، ربنا يزيد. بس بقى خلاص، ده إيه ده هتزفنا؟ ربنا يبارك. ابوك تقيل قوي. معلش اجمد، وأنت يا بابا بقى بطل لق جوه الكرتون، أثبت والنبي. بقول لك ايه؟ إيه؟ انا هخش على امك اشغلها وانت تسحب دخله جوه. إيه ده؟ أنت هتسيبني معاه لوحدي؟ ما تخافش يا عم، ما ابوك ما أنا عارف إن أبويا، المهم إن هو يعرف إن أنا ابنه. هو عارف، ما تخافش. انجز والنبي. ما تطلع يالا. ما انا ايه ده؟ يالا يا ابني. ابوك زنقني، ابوك زنقني. ما هو الزحلق عليك. طب ارجع. زحلقه عليا تاني. على السلم. 心因性失忆症，那能不能通过手术什么的治疗呢？患者的失忆是心理毛病，不是病心损伤，无法通过手术和药物痊愈。 ازيك يا ام يا قمر يا ست الحبايب يا ست الحبايب يا ياتم يا ياتم. ايه ولا مالك في ايه؟ هو النهارده عيد الام؟ هو لازم يبقى في عيد عشان الواحد يدلع امه؟ ماما انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ما ينفعش السهر لحد دلوقتي، غلط على البشره وعشان هالات السوداء. بتفرج على المسلسل الكوري. ما هو ده غلط برضه على العين، هيخلي عينك عامله كده. لسه خليك في حالك يا اخويا. يلا يا ماما خشي نامي يلا. لا مش عايزه انام، انا عايزه اسهر، انا حره. امي انا عايزك تقفي جنبي. ايه ده نايف ايه؟ عايزك تصلي لي 8 ركعات لله وتدعي لي بس في اوضتك. ما انا بدعي لك دايما يا اخويا. تدعي لي يا امي عشان في حيوان في طريقي فعايزك تدعي لي. الهي يا رب اشوف فيه يوم اسود. ما تدعيش عليه. الهي يا ربنا ما تدعيش ينتقم عليه منه هو، بحق جهنم. ما ينفعش ده عليه، ادعي لي الهي انا. يتفرم كده ويتحتحت. امي دي مش اخلاقنا، احنا ما ندعيش على حد، انت ادعي لي انا يا امي. طب يا يلا حبيبي، يلا يا ابو قلب طيب انت. يلا خشي صلي على قد ما تقدري. حاضر يا حبيبي، وانا ليا غيرك يا حبيبي. يا رب يخليكي لينا يا مش امي. هتوضى بس. لا رايحه فين؟ هتوضى. ما تتوضيش، خشي صلي يلا، اتيممي على الاوضه يلا. ايه كل ده؟ دخلتها بالعافيه. مساء الخير يا بابا. يا رب حضرتك تكون مبسوط في الأوضة. هو حضرتك بتبص لي كده ليه؟ مش عارف والله يا حبيبي، حاسس اني مش على بعضي كده ودراعك شاغلني قوي. ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ايه تقول كده؟ ما ينفعش. ايه يا بابا في ايه؟ لا حاول تسيطر على نفسك شويه لو سمحت. بقول لك ايه، انت شكلك جعان، انا هخش اجيب لك حاجه تاكلها. استنى انا اللي اروح اجيب له حاجة ياكلها. لا ما انت هتسيبني لوحدي يعني؟ ما هو دراع انا اللي شاغله مش دراعك. ممكن اقعد جنبك يا بابا؟ شكرا. بابا ممكن تسيطر على نفسك بقى، يعني ما تخليش الحيوان اللي جواك هو اللي يطغى، لا خلي الانسان اللي جواك هو اللي يبقى ليك الكلمه الاولى والاخيره، لان انت انسان.
ايه اللي انت جايبه ده؟ جبنه. ليه اسد نباتي؟ لا دي ليا انا يا بابا، ليا انا. اجيب لك شويه طعميه واحمر لك بطاطس حاجه حرشه كده. انا عايز لحمه يالا، ولا اقول لك ما انت قدامي اهو. اتصرف يا نور عشان الموضوع فيه خطوره علينا. حاضر. حضرتك عايز اللحمه محمره ولا مشوحه ولا عايزها صينيه؟ هاتها زي ما هي. جعان الراجل بتاع جعان. دي موتر ابوك. حاضر حاضر يا حاج. حاضر. هيجيب اللحمه ويجي بسرعه. طبعا اللي احنا فيه ده. شكلي ما اتغيرش كتير من يومي وانا اسد. ما تاكلش كيس. هيت. ايه يا حاج في جعان. ده اتهضم. ما حضرتك لسه واكل. انت نسيت تقريبا. انت اكلت خلاص. مش عارف ايه الفجعه اللي انا فيها دي. هي دي وجبه النهارده خلاص. حاضر حاضر. اللهم ارزيك يا شيطان. فين ايام مش اكلتك دي يا حاج؟ واقعد كمل اكلك، دلوقتي بقى بيزن على الاكل. يا ابني امك لازم تقول الكلام دوت. هو بيبقى واكل قد كده وتقول له مش اكلتك دي يا حاج. كل الستات بتقول كده. ياد ما خير ربنا كتير اهو. امال في ايه؟ دي لحمه الشهر كله. ايه هنعمل بيها ايه لحمه الشهر كله؟ يعني ابوك جعان. استنى. ايه؟ القوانص دي بتاعت انا. لا القوانص دي بتاعتنا كلنا. لا القوانص دي امك بتجيبها عشان انا. ما انا كمان بحبها. في ايه يعني؟ طب والله العظيم ياكلني انا وما ياكلش القوانص دي. مش لازم يا سيدي القوانص، اهو خير ربنا كتير الحمد لله. اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم. هي امك كانت حاسه ان هو هيبقى اسد؟ سبحان الله، قلب الام ده شيء عظيم. او حاجه يتلهي فيها بس ما تخشش العظمه دي تقوم راشقه في زوره يا ده ابوك، يا ده احترم نفسك. ويهضمها يا عم يهضمها. دي حق ايه؟ بقول لك يا نور، اجري غير البنطلون ده. ليه؟ ايه اللي ليه؟ ده دم الغزال دوت صح؟ يعني في غزاله واقفه قدامه هياكلك يا متخلف. متخلف. طب لازم نواجهه بسلاح اقوى، بالذكاء. ايه؟ الاسود بتخاف من ايه؟ من ذكر الله. هو شطن. الاسد بيخاف من النار. يعني لو قرب علينا وزام علينا نولع في نفسنا ولا نولع نفسنا. هتقول يا ابني كلام عادي بفكر يا ابني. معاك بفكر معاك بصوت عالي. اهو اكل كتير. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ مفيش الا حل واحد. يا ابني ما التلاجة خلصت مفيش حاجة. هديله القوانص. لا بس انت بتحب القوانص يا نور. بس بحب حياتي اكتر. بس القوانص لوحدها ما تسقفش، دي مش هتشبعه دي. خلاص. دي الملوخيه دي بيحبها قوي. يا حبيبي اللي قاعد جوه ده مش لابس جلابيه وماسك سيجاره وكوبايه شاي، اللي قاعد جوه اسد. اسد. خلاص.